السلام عليكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هشارك معاكم يوم من يومياتي بعد رجوعي من الشغل. ان شاء الله هعمل العشاء معاكم سوا. انا رجعت من الشغل، جبت معايا فرخه، رحت ماسكاها غسلاها غسله حلوه تحت الحنفيه فمين 3 كده، ورحت نقعاها في محلول ملحي، معلقه ملح ومعلقه سكر ومكعبين ليمون، ورحت مغطياها في الحله وسبتها. وعلى عين جبت شوية مية وحطيت فيهم ورقتين لورا وحتة قضاية صغيرة وحتة بصلاية وجزراية وفصين حبهان، وغطيت الحلة وسبتها تغلي على عين. في العين التانية بقى جبت ايه، جبت كيلو رز غسلته وحطيته في المصفى، وحطيت حلة بالسمنة تسخن عشان اعمل الرز. قلبت شوية رز لحد ما احمروا، ورحت مزودة عليهم بقية الرز وزودتهم بالمية وهديت عليهم النار على العين اللي جنب الفراخ دي. والعين التانية خرطت 3 بصلات في الحلة وحطيتهم يتشوحوا، وغطيت الحلة اللي هي فيها المية لحد ما تغلي. سبت الفرخة منقوعة حوالي نص ساعة كده، كانت المية اللي أنا حطاها عشان نعمل بيها الشوربة غليت. ورحت ماسكة الفراخ شطفاها شطفتين تاني تحت الحنفية من الليمون ومن المية اللي هي فيها، ورحت سقطاها في الحلة اللي فيها الشوربة بتغلي. تمام، شايفين شكل الشوربة يا بنات؟ شايفين لونها وجمالها ازاي؟ رميت فيها الفرخة وسبتها تغلي. والعين التانية عليها الرز ومهدين عليه النار. العين التالتة بقى اللي مخرطين عليها البصل اتشوح كده وبقى لونه ذهبي. جبت من الفريزر كيس صلصة ورحت مفضياه عليه وغطيت الحلة وسبتها غليت شوية كده لحد ما حسيتها اتسبكت الصلصة، هي أصلا مدينها غلوة فمتسبكة يعني. حسيت الصلصة اتسبكت، جبت كيس بامية من الفريزر ورحت ايه حطاه في الحلة زي ما شفتوا كده. تمام يا أمارات. على ما قلبنا البامية شوية وفكت من التلج اللي فيها، عفوا، كانت الفرخة استوت. يعني الفرخة خدت لها حوالي نص ساعة كده على النار. استوت الفرخة واستوت بزيادة كمان. على العين اللي جنبيها رحت حاطة الطاسة بشوية سمنة، ورحت مطلعة الفرخة من الشوربة، صفت في المصفى، ورحت محمراها على طول وهي لسه سخنة كده، رشيت عليها شوية ملح وفلفل ورحت محمراها. تمام يا اخواتي. بس وكده الفراخ اتحمرت والرز على النار بيتشرب، هديت عليه النار والبامية على النار بتستوي. طلعت روقت الترابيزة اللي هناكل عليها ورتبتها وشلت من عليها الحاجات. بعدين رجعت تاني للأكل، لقيت البامية استوت. يعني كل الأكلة دي يا بنات خدت لها حوالي ساعة ونص. يعني نص ساعة الأول غسلت الفراخ وحطيتها تتنقع، وغسلت الرز وحطيته يتصفى، وقشرت البصل وخرطته، ونص ساعة الفراخ بتستوي والرز استوى وطفينا عليه، ونص ساعة حمرنا الفراخ والبامية برضك استوت. يعني كل الأكلة دي خدت لها حوالي ساعة ونص بالظبط. يعني من بداية ما دخلت من باب الشقة جبت الفرخة معايا لحد ما جهزنا العشاء وقعدنا ناكل، ساعة ونص. ودي النتيجة يا بنات. اهو رز واحدة وواحدة، وبامية بالصلصة، وفراخ متحمرة، ولسه كنت رايحة أعمل طبق سلطة فالعيال صوروا قبل ما أحط السلطة زي ما انتوا شايفين. وبألف هنا وشفا على قلبكم يا حبايبي. ما تنسوش لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.